مساء الخير. معاكم أحمد البربري في بودكاست جديد من الفرصة الحلوة. معانا فرصة النهاردة قوية جدا من شركة توليدو. معانا أستاذة ندى أيمن. اهلا وسهلا بيك. مشرفانا أستاذة ندى بنورك، من ميرسي. شركة توليدو. هتتكلم معانا عن كل حاجة خاصة بالشركة وإيه مشروعاتها حاليا. فإيه رأيكم نبدأ؟ يلا بينا. يلا بينا. تقدري تقولي لنا أستاذة ندى ايه هي سابقات اعمال شركة توليدو في مصر، او لو في مشروعات خارج مصر؟ توليدو مش بس تطوير عقاري، احنا إدارة مشروعات وكونستراكشن وكمان تطوير عقاري. مسلمين تقريبا حوالي 650 يونت في التجمع، وكمان لينا سابقة أعمال برا مصر، منها أسواق التميمي وكومباوند البسام. يعني شغالين بره مصر وجوه مصر بالظبط كده. والمشروعات بتاعتكم كانت كلها في التجمع. مظبوط. ده لما بدأتوا تشتغلوا في مصر. طب اشتغلتوا في مصر الأول ولا في بره؟ لا، احنا اشتغلنا في السعودية الأول من 30 سنة. بعد كده من حوالي 8 سنين نزلنا مصر، بالتحديد في منطقة التجمع. بعد كده دخلنا شراكة مع الجيش في جاردينيا سيتي ووك، الكوميرشال بتاع كومباوند جاردينيا سيتي طريق السويس. ده جميل جدا جاردينيا سيتي ده. تقريبا المشروع بتاعنا هناك حوالي 10 فدان، مسكنين فيه براندات كويسة قوي، من بنوك، مطاعم، كافيهات، ريتيل. كل الحاجات دي اوريدي احنا اللي جايبين البراندز بتاعتها، واحنا اللي عاملين التالنت ميكس بتاعت البروجكت. جميل جدا جميل. طب انتوا دخلتوا السوق المصري من قد ايه كده؟ يعني من كام سنة؟ من حوالي تقريبا 8 سنين. 8 سنين. يعني 8 سنين قدرتوا ان انتوا تاخدوا مشروعين يعتبروا في اماكن مميزة جدا جدا جدا. بالظبط كده، بالظبط. طيب هل احنا عندنا مشروعات جديدة تهم العميل اللي بيستثمر؟ لان انا حابب جدا ان انا اوجه رسالتي للناس اللي بتستثمر، اللي بتدور على شراء العقار. حضرتك عارفة ان احنا في وقت دلوقتي كل اللي معاه كاش ماني بيبدأ ان هو يجمده في عقار علشان يحافظ على قيمة فلوسه، وعلشان التضخم اللي احنا عايشين فيه، وطبعا وارتفاع الدولار والأزمة ديت. فاحنا بنحاول ان طبعا كل واحد بيبقى معاه كاش ماني بيحطه في عقار. فشركة توليدو هل عندها نفس التفكير ده؟ بدأوا ان هم يعملوا مشروعات يعني تحافظ على الكاش ماني بتاع الكلاينتس؟ بالظبط كده. احنا دخلنا مشروع جديد، لايانا. لايانا مختلف عن السوق، كونسبت جديد. بنحاول ان احنا نوفر للكلاينت كل الفاسيلتيز اللي هو محتاجها في المشروع، وكمان بنضمن له ان هو يحط فلوسه وياخد قدامها عائد محترم كل سنة. عائد يعني هو بيشتري حاجة بتدير عليه عائد. بالظبط بيكون كده. ده يعني الشركة هي اللي بتعمله، هو ما بيعملش اي حاجة، هو بيشتري بس. مظبوط. طب هو فين مكان المشروع ده؟ احنا مشروعنا لايانا في كيلو 70 في الساحل الشمالي، بحري الطريق. في الكيلو 70؟ في كيلو 70. ده 70 كيلو 70. كيلو 70 في حلو الساحل قوي. في الساحل الطيب. احنا عاملين ماكس ما بين الساحل الطيب والساحل الجديد. ازاي نخلي كلاينت يشتري حاجة بالفاسيلتيز بتاعة الساحل الجديد، كوميرشال بقى، كلاب هاوس، نايت لايف، كافيهات ومطاعم على البحر، اندر جراوند باركينج. يبقى عنده كل الفاسيلتيز دي في نفس الوقت، يبقى قريب سواء هو من القاهرة او من اسكندرية، وفي نفس الوقت بنفس التيكت برايس بتاع الساحل القديم. ده حلو جدا. طيب انتوا عندكم فيلل وشاليهات ولا ايه التايبس اللي موجوده؟ طيب احنا في لايانا هوتل ابارتمنت. هوتل ابارتمنت. هوتل ابارتمنت. جميل جدا. احنا تقريبا اول هوتل ابارتمنت موجوده في الساحل كله، متعاقدين مع جلوريا اوتيل اماراتي. الريت بتاعه ما بين 4 نجوم ل5 نجوم. ده اول مره يجي مصر يشتغل جلوريا؟ لا، اوريدي ليه حوالي فرعين تقريبا هنا في مصر، وليه حوالي 50 فرع حوالين العالم. موجود معانا لاول مره في الساحل الشمالي. حلو جدا. هو اللي مسؤول معانا عن كل السيرفيس بتاعت الاوتيل، هو الاوتيل الموجود معانا ده اوتيل جلوريا. بالظبط كده. هو اللي هيكون مسؤول عن الايجارات وعن اداره الهوتل ابارتمنتس بتاعه الكلاينتس، ويشغلها لهم علشان يبقى فيه عائد فعلا ان هم يقدروا ياخدوه مجرد الشراء. هو مش بس كده، هو كمان مسؤول عن روم سيرفيس، هاوس كيبنج، لاندري، المينتنس بتاعت المكان كله. انت عمرك ما دخلت مثلا اوتيل هنلاقي ان في اي حاجه مش موجوده. ريسبشن موجوده 24 ساعه، سيكيورتي. ده الدور بتاع الاوتيل او جلوريا عامه موجوده معانا في المشروع.
يعني انا دلوقتي لو انا كلاينت وجيت اشتري من عندك يونت وقلت لك انا عايز مثلا 50 متر استوديو مثلا، وبتقسطوا لحد تقريبا 8 سنين. مظبوط، لحد 8 سنين قسط. خدت اليونت ديت وتمام واشتريت، هستلمها بعد قد ايه؟ ديسمبر 27. ديسمبر 27. طيب احنا وصلنا لديسمبر 27 وانا استلمت اليونت بتاعتي. حلو جدا. خدت المفتاح وطلعت واستلمت وكل حاجه تمام. بعد ما استلمتها انا ما قعدتش فيها، ما بقتش قاعد فيها، سبتها قفلتها. طبعا انت عارفه ان احنا ايه يعني بنروح في السيزون في الصيف وكده. طب انا جيت في الشتاء بقى خلاص قفلتها، مش قاعد فيها. اوكي. هستفاد بيها ازاي؟ حلو قوي. احنا جايبين جلوريا كإدارة اوتيل هي اللي تبقى مسؤولة معانا عن الإيجارات كلها. انت ككلاينت مالك طبعا بحصة في الأرض، ليك حق ان انت تروح في أي وقت، وطول ما انت مش موجود الأوتيل بيأجر لك وبيديلك أرباحك آخر كل سنة. بيأجر ويديني الأرباح آخر كل سنة. بتبقى متحددة النسبة بتاعة الإيجار في العقد. انت مش بس كده، انت بتاخد أرباحك من توتال أرباح الأوتيل. من توتال أرباح الأوتيل. مظبوط. يعني الأوتيل بيتعامل على اليونت بتاعتي كأنها غرفة عنده. بالظبط كده، انت كأنك شاري اليونت بتاعتك جوه الأوتيل نفسه. جميل. مش شاري شاليه عادي في مشروع على البحر وخلاص. طب التشطيب مثلا بيبقى عامل ازاي؟ انا بستلمه، هبقى هستلمه ازاي؟ احنا بنسلم كل حاجة في اليونت متشطبة بالفرش بالتكييفات بالأجهزة. ثانية بس، بالأجهزة يعني أنا بستلم الفرش والأجهزة. مظبوط. لحد الكاتل الميكروويف كل حاجة كأنك بالظبط داخل يونت جوه اوتيل. جميل جدا. يعني كل حاجة اللي انا مش هحتاج ان انا اشتري اي حاجة. على المفتاح روح بشنطة هدومك، مش تبقى محتاج اي حاجة في اليونت. في كتير بيبقى على المفتاح يعني تشطيب الترا سوبر لوكس خالص، بس ما فيهوش مثلا عفش وما فيهوش اجهزة. بس في بعض الشركات بدأت ان هي تجيب كمان فرنيتشر يعني وتفرش اليونت وكده اهوت، لكن بالاجهزة كمان يعني فرنيتشر واجهزة كل حاجة بالظبط كده. حلو جدا جدا جدا. طيب انتي قلت لنا ان ليانا في كيلو 70. مظبوط. انا عارف كيلو 70. الخدمات هناك بعيدة شوية، يعني العميل بيبقى هناك بيبقى اقرب حاجة ليه زهران، بيروح يشتري الحاجة بتاعته من هناك. فانتوا هتقدموا لنا ايه؟ يعني انا مش هاخد طبعا يونت عندك وهروح مسافة كبيرة علشان اخد مظبوط. اشتري اي حاجة انا محتاجها. فايه اللي موجود في ليانا ممكن يخدم النقطة دي؟ احنا حلينا المشكلة دي ان احنا عملنا كوميرشال على الطريق. مساحته 2 فدان على الطريق الساحلي دايركت بواجهة المشروع. هيتسلم قبل استلام المشروع عندي بسنة، بحيث ان الكلاينت يخش المشروع يلاقي اوريدي ان اول مشكلة بتقابله زي ما حضرتك قلت الخدمات تبقى موجودة. الكوميرشال هيبقى فيه مطاعم، كافيهات، بنوك، سينما، كيدز اريا، بحيث ان الكلاينت ما يخرجش اصلا لأي سبب من البروجكت، يبقى عنده كل الفاسيلتيز بتاعته موجودة جوه المول. جميل جدا. يعني انا مش هحتاج اخرج بره القرية خالص. بالزبط. انا هقعد فيها وكل خدماتي هتبقى على الطريق. مظبوط. بالكوميرشال الجديد اللي انتوا عاملينه. طيب عمق القرية مثلا قد ايه يعني لحد البحر؟ احنا عندنا من اول الطريق الساحلي لحد البحر حوالي بنتكلم 800 متر. 800 متر. جميل. وعرض الشط عندنا بنتكلم في حوالي 250 متر. طيب في فاسيلتي هتتعمل على الشط ولا هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى فيه كافيهات ومطاعم على البحر، ده غير ان احنا عاملين الكلاب هاوس، هيبقى فيه جيم، سبا، جاكوزي، وهيبقى برضو فيه مطاعم وكافيهات. وخلي بالك احنا اوتيل، فالاوتيل طبعا هيبقى فيه ريسبشن وهيبقى فيه برضو الكافيهات والمطاعم بتاعته. يعني كل الخدمات هتبقى موجودة على الطريق وعلى البحر وجوه المشروع في الكلاب هاوس وفي الريسبشن. في الكلاب هاوس داخل المشروع. مظبوط. طيب مثلا البيلدينج نفسه بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيبقى كام دور؟ ايه التفاصيل بتاعته اللي تقدري تفيدينا بيها مثلا تفيدي المشاهدين يعني؟ اوكي. احنا عندنا كل بيلدينج بيبقى فيه 2 اسانسير، بيبقى فيه تايبس استوديو و1 بادروم و2 بادروم. جميل. انت كمان تقدر ان انت تشتري عندنا استوديو وتاخد نفس المساحة تقريبا جاردن معاه. الحلو جدا، يعني ياخد استوديو ومعاه جاردن بنفس مساحته كده تقريبا. حلو جدا. طيب
الاسعار يعني هي نقطه مهمه. طبعا انا يعني ايه عارف ان اكيد انت بتتكلمي عن كل الخدمات دي، وهستلم بفرش واجهزه وكمان فندق جلوريا هيأجر لي وهيديني عائد. فممكن تدينا نبذه صغيره كده عن الاسعار عامله ازاي مثلا عندكم؟ عايزه اقول لك ان انت هتتفاجئ جدا بالاسعار. فاجئيني. اه فاجئينا كلنا يعني. احنا عندنا اسعار بتبتدي من 2 مليون 200. معلش بس كام؟ 2 مليون 200. 2 مليون 200 بالظبط وانت كده. بتتكلمي في البحري مش في في القبلي؟ بحر الطريق متشطب بالفرش بالاجهزه بالتكييفات. بالفرش بالاجهزه بالتكييف. ده قبل الديسكاونت على انا فكرة. كده هشتري عندكم. ده قبل الديسكاونت. بعيدا يعني بقى عن الشغل بقى واي حاجه، انا كده ممكن اتعاقد معاك 2 مليون وعلى 8 سنين يعني. بالظبط كده. وواخد كل حاجه وهتأجر كمان. وكمان هيجي لي عائد وهأجر. بالظبط يعني كده. انا مش هاجي، انا هأجر بس. خلاص انت مش محتاج اي حاجه تاني، انت العقار بتاعك موجود وفي نفس الوقت بيدخلك عائد كل سنه. جميل جميل قوي موضوع العائد ده الاستثماري، ان هو الناس اللي بتفكر ان هي معاها مبلغ حتى لو مبلغ بسيط، يعني حتى لو 2 مليون تقدر ان انت تجيب يونت في مشروع زي ليانا ويجيب لك عائد. تقدر ان انت تدفع مقدم ابتداء من 10% وتقسط لحد 8 سنين. 10% و8 سنين. بالظبط كده. يعني مبلغ، يعني لو بشتري وحدة 2 مليون هدفع 200,000. 200,000 وتقسيط 8 سنين. تقسيط يعني 6 سنين و7 سنين و8 سنين. جميل ان انتم مقسمينها برضك من 6 و7 و8، يعني فترات طويلة وتقسيط حلو جدا. واحنا واستلامك قريب يعني ب 27 يعني سنتين. يعني انا لو خدت يونت دلوقتي مثلا تقسيط على 7 سنين، فانا يعني هقعد اقسط 5 سنين بعد ما استلمها. ان انا استلمتها خلاص وهقعد 5 سنين بقسط. طب ده انا ممكن افكر اصلا ان هي العائد بتاعها الايجاري يدفع الاقساط بتاعتها. ممكن يسدد لك الاقساط. مظبوط. ده حلو جدا. خلي بالك لان انت كمان كده. بتأجر بالريت بتاع الاوتيل، مش بتأجر بالريت شاليه عادي. يعني ان هو الاوتيل بيعتبر ان الشاليه بتاعي ده بتاعه وهو بيشتغل عليه. يونت جوه الاوتيل. فمثلا بتبقى تقريبا الهوتل ابارتمنت الايجار بتاعها دبل او تريبل سعر الشاليه العادي، فانت كمان الريت بتاعك بيلات مختلف عن السوق كله. لا جميل جميل. مشروع شركة توليدو عاملة مشروع قنبلة في الساحل الطيب. الساحل الطيب كيلو 70. في نقطة مهمة عايز برضك أسألك فيها أستاذة ندى. اتفضل. بما ان انتوا لسه بادئين، يعني اظن انتوا بادئين من اول السنة. مظبوط. فانت بتقولي ان الاستلام هيبقى في ديسمبر 2027. فايه نسبة الانشاءات اللي موجودة في الارض، او وضعكم ازاي في الانشاءات؟ يعني بدأتوا فعلا شغل وكده اهوت؟ اوكي، زي ما حضرتك قلت احنا لسه عاملين مشروع تقريبا نازلين بيه من اول السنة. احنا لسه بري لونش. دي ميزته للعميل ان احنا لسه باول سعر للطرح. يعني الاسعار ما زادتش؟ لسه ما زادتش لحد دلوقتي. اول سعر انتوا بدأتوا بيه لحد دلوقتي لسه ما زادش. بالظبط كده. دي فرصة، دي حلوة ده. طيب برضك سمعت ان انت بدأتي الاسعار ب 2 مليون 200، يعني قلتي لي 2 مليون و200 احنا بنبدأ من. طيب هل السعر ده لو انا جيت كاش مش تقسيط هتقدري تديني ديسكاونت كويس؟ في ديسكاونت كويسة قوي على الكاش. وكمان احنا عاملين ديسكاونت دلوقتي في شهر 4 10% على اي يونت موجودة في المشروع على اي بيمنت بلان. ديسكاونت 10% 10% ديسكاونت على اي يونت موجودة في المشروع على اي بيمنت بلان في خلال شهر 4. في خلال شهر 4. يعني الايام اللي جايه دي فرصه، اللي هو الكام يوم اللي جايين دول فرصه ان احنا نلحق يا جماعه ناخد وحده مع توليدو في مشروع ليانا بخصم 10%. ده كده يعني فرصة حلوة جدا جدا جدا. العميل بيشتري يونت متشطبة بالفرش بالتكييفات بالأجهزة بحر الطريق في الساحل الشمالي، وكمان بتتأجر بأسعار بتبدأ من 2 مليون 200 قبل ديسكاونت 10%. طيب يعني خليكي معايا برضك للآخر. لو أنا دلوقتي عايز أقسط على 8 سنين هدفع مقدم كام؟ هتدفع مقدم 20%. 20%. لو انا جيت
مش عايز ادفع 20%، عايز ادفع مثلا 10%، وممكن ادفع 10% بعديها بفتره، مثلا بعديها مع اول قسط مثلا او مع تاني قسط. هل حاجات زي كده ممكن نقدر يعني في فليكسبل في البيمنت بلان؟ بالظبط كده، احنا بنقدر ان احنا نظبط البيمنت بلان للكلاينت وهو قاعد معانا على حسب هو مثلا ممكن يجيله بالك اخر السنه، ممكن نحاول ان احنا نظبط له دفعه بحيث ان الاقساط نفسها تكون مناسبه معاه. احنا بنمشي مع كلاينت اهم حاجه ان هو يكون مرتاح في الاقساط. بالظبط، لان انا عندي ناس بتبقى يعني طريقه شغلهم وحياتهم بتبقى اللي هو مش معاه الكاش كله يدفعه دلوقتي، بس هو عارف ان في كاش جاي له في وقت مثلا اخر معين. السنه او حاجه بالظبط، نقدر ان احنا نحط له دفعه اخر السنه، نقلل له القسط بتاعه شويه، عايز يزود في المقدم وياخد ديسكاونت كويس، مفيش مشكله. جميل جدا، يعني فليكسيبل في البيمنت بلان، بتظبطوا الدنيا كلها للعميل. بالظبط. حلو جدا. مشروع ليانا بصراحه انا شايفه انه مشروع جميل جدا، وفي فاسيلتي كتير على البيتش وكوميرشال على الطريق، وبيمنت بلان لحد 8 سنين، وفي الكيلو 70 وبحري، وكل ده موجود. وبدايات مساحات برضك حلوه واسعار جميله. يعني انا اظن المشروع ده ممكن ما يكملش لحد بعد شهر 4 لحد السيزون. ما اعتقدش. يعني ممكن يخلص فعلا في شهر 4 بالديسكاونت 10%. ده هو فرصه لاي كلاينت بيدور الفتره دي على شاليه في الساحل. فبصراحه ليانا هو فعلا فرصه، وبالذات البحري. يعني السعر اللي انت بتتكلمي فيه ده في القبلي في اعلى منه. فانا بتكلم في بحري اللي هو انا هقدر اتمشى على رجلي اروح البحر، مش هركب العربيه واعدي الطريق. فهنا في فرق. وبعدين في الكيلو 70 يعني في الساحل الطيب. حتى لو الكلاينت مش بيفكر ان هو يشتري شاليه في الساحل، بس هو عايز عقار ينفست فيه او يحافظ على فلوسه، هو يقدر ان هو يشتري عندنا من غير ما يروح اليونت بتاعته خالص. هي تقدر ان هي تجيب له عائد وارباح، وتبقى الدنيا تمام معاه، وجمد فلوسه وحافظ عليها. عايز يعمل لها ريسيل بعد فتره، نقدر نعمل له برضك ريسيل لان احنا عندنا ريسيل. فيعني سهله الموضوع، جميل جدا كانفست وكمصيف، ان الناس تروح تقضي هناك على البحر. برضك عرض البيتش كبير، البحر جميل هناك في الساحل، في الساحل في الطيب، الاريا دي بالذات. في الاريا دي يعني الشاطئ رملي بالكامل. جميل، مشروع جميل جدا جدا جدا. واتمنى ان المشاهدين يكونوا استفادوا من الفرصة اللي قدمناها النهاردة مع أستاذة ندى أيمن. بشكرك جدا يا مستر أحمد، وبشكر شركة أونلاين هومز على استضافتهم بصراحة. ميرسي جدا ليك. العفو. باي باي.